الصعيد في نص الليل، الهدوء هناك مش عادي، كأنه مش هدوء طبيعي، كأنه سكون بيخبي حاجة. الهوا بيعدي بين بيوت الطين القديمة ومعاه ريحة تراب مبلول وترعة ساكتة محدش بيقرب منها بعد العشاء. بس الليلة دي نور خافت طالع من بيت مهجور في آخر البلد، بيت عبد الغفار. الناس بتقول إن عبد الغفار مات من سنين، بس النور ده عمره ما طافى. كان راجل في آخر ال60، عيونه غايرة جوه وصوته خشن كأنه طالع من بطن الأرض. من بعد ما مراته ماتت وابنه غرق في الترعة اتجنن، قفل على نفسه وبطل يكلم الناس، وبقى كل يوم قبل الفجر يخرج من بيته ويمشي ناحية المية. الليلة اللي شافوه فيها آخر مرة كانت الدنيا ساكتة زيادة عن اللزوم، ولا كلب نبح ولا ديك صاح. عبد الغفار كان قاعد على كرسي خشب قديم قدام الباب، ولمبة الجاز بتنور وشه بنور أصفر باهت، بيهمهم بكلام واطي كأنه بيكلم حد مش موجود. وفجأة رفع عينه للباب وقال بصوت خافت: رجعت تاني يا وليد، الترعة لسه مستنياك. اللمبة هزت والباب فتح لوحده، ونسمة باردة دخلت معاها ريحة مية مش عادية، ريحة زي الطين المعفن. عبد الغفار وقف وبدأ يمشي ناحية الضلمة من غير ما ياخد النور معاه. من الليلة دي محدش شافه تاني، بس الناس في البلد بتحلف إنهم بيشوفوا نور اللمبة بينور لوحده كل خميس قبل الفجر، وصوت عبد الغفار بيتسمع بيهمس من بعيد: اللي يلمس المية المية تتلمه. وفي يوم شاب من البلد اتحدى نفسه، راح يصور البيت بالموبايل بالليل. فتح الباب، دخل ولقى الكرسي الخشب متكسر والحيطة مكتوب عليها بطين ناشف: لسه مستني الحق. والغريب لما رجع البيت وفتح الكاميرا، كان آخر مشهد في الفيديو وش عبد الغفار بيبص في الكاميرا